دكتور، ولكن فترة كورونا خلتك نجم السوشيال ميديا. لو رجعنا بالزمن كنت متخيل انك ممكن تشتهر عشان تتكلم عن فيروسات الأوبئة بدل ما تبقى نجم سينمائي مثلا. احنا العلم بتاعنا اللي هو الفارماكي ابيديميولوجي او بالعربي كده علم انتشار الامراض والاوبئه الدوائي، هو علم معقد ومفيش عليه تسليط. يعني مفيش حد كان بيهتم قوي ايه ده في فيروس انفلونزا موجود، مالبورج موجود، حمى نسفيه، ومفيش عليه كمان حتى غير التغطيه الاعلاميه ابحاث كتير. فلما حصل كورونا صحيح في كميه ازمات ومشاكل وما كناش حابين كورونا، ولكن من ضمن الحاجات الايجابيه ان الناس ابتدت تهتم ايه ده في علم اسمه انتشار الامراض والاوبئه الدوائي، ايه ده في علم بيقول لنا هو الموجات ممكن تحصل امتى. لما طلعت انا فاكر في 2020 وقلت الناس الموجه على فكره مش تخلص بعد شهر، بعد شهرين، تخلص بعد 4 شهور ويحصل كذا ويحصل. الناس قالت هو ده منجم زي المنجمين اللي بيطلعوا زي اللي بيطلعوا كل سنه بتوع النيو ييرز وكده. قال لهم لا يا جماعه، هو الفكره ان ده علم يمكن مش ناس كتير تعرفه، فابتدى العلم ده ينتشر. ندرة العلم ده مع ندرة اقتصادات الصحة العلمين اللي أنا بدرسهم واللي أنا مهتم بيهم كباحث، هم دول اللي بالنسبة لي نقطة إيجابية كويسة، أهم من إن أنا أطلع وأبقى أنا منتشر. الشهرة في زمن الأوبئة حاجة مش عادية. لما جات لك أول رسالة إعجاب بعد الشهرة كنت عامل إيه؟ لا ده أنا بتكلم على فيروسات وأوبئة. عندي فانز بس هم كلهم بيبعتوا دايما البداية بتاعت الأذرز دي، عارفة الأذرز دي؟ أحس إن أنا سخنة وبطني وجعاني. فهي مختلفة شوية عن اللي بتيجي للممثلين. يعني لو هم فاكرين إن ده لاين حلو يعني يجيب معايا، هو لاين سيء. عملونا أحسن من كده شوية يعني. فكرت ترد عليها علميا ولا قلت خلي العلم على جنب دلوقتي؟ لا، ولا برد كده ولا كده. انا اللي ماسك البيج واللي بيرد هو ماي بيرسونال اسيستنت، ربنا يكون في عونها. بتشوف حاجات غريبه وهي بترد. تيجي اخر اليوم تقول لي انا مانجد الموضوع يعني فاتصرفت. او المدام بقى، ايه اكتر حاجه اولادك دايما بيطلبوها منك لما ترجع البيت؟ انك تبقى دكتورهم الخاص ولا سواقهم الخاص ولا ده انا بقى الاي تي ام الخاص. فيعني فكره ان انا الاقي الكريدت كارد او الديبت كارد مسروق دي هي غالبا اكتر حاجه بيفكروا فيها يعني. وخصوصا ان انا يعني ابني دلوقتي بياخد العربيه، فممكن برضه يبقى العربيه كمان مسروقه. ايه اكتر موقف ولادك قالوا لك فيه حاجه خلتك تضحك جامد، حسيت انهم بياخدوا منك خبرات ولا انت اللي بتاخد منهم؟ لا احنا بنتعلم منهم، الجيل ده بنتعلم منهم جدا جدا يعني. اكتر حاجه بتخلينا اضحك يعني لما احنا بنبقى ستاك في حاجه في التكنولوجي مثلا مش عارفين نعملها، وتلاقي ان عادي يعني ليلى مثلا عندها 14 سنه عملتها، قالت لي انت محتاج تعمل كذا كذا. ذاتس ات. او ان انت تلاقيهم ابديتد في العالم حوالينا اكتر مننا. يعني انا ابني دخل الجامعه بيدرس فلسفه وسياسه يعني، فلما تيجي اتكلم معاه مثلا يقول لي بس اللي انت بتقوله ده مثلا صحيح هو كويس كل حاجه، بس انت كان لازم تقرا نيتشه بيقول ايه على الموضوع ده. فبتلاقي دايما الواحد بيفكر فيه من هم صغيرين عندهم 6 7 سنين. فيعني فكره ان هو هايزنبرج ونيتشه ونبتدي نتكلم في الكلام ده يعني خلاص اوكي ماشي يعني، بس اقعد على جنب يعني. كنت من النوع اللي بياكل سندوتشات طعميه في الفسحه ولا معاهم لانش بوكس؟ وبرده قول لنا كنت شايف مدرسه ولا لا؟ سندوتشات طعميه طبعا. انا يعني جيل الثمانينات يعني. سندوتشات طعميه، سندوتش الفول اللي هو بيطلع شكله ديفورمت في الاخر، بيطلع من الشنطه كده تحس انه بقى شكله مكور وداخل في بعضه، ودخل على السندوتش اللي هو الجبنه بالطماطم. عادي كلنا كنا كده. ولادنا هم اللي عندهم لانش بوكس ومقفول في تفاحيه وفي موزيه وبيرجع زي ما هو برضه ما بيتاكلش يعني. بعد كل السفريات اول حاجه بتطلبها لما ترجع البيت رز وبسله، هي دي بتبقى الوجبه الفري. بدخل على الثلاجه بشجاعه يعني، عاده ما باكلش جلوتين، عاده ما باكلش لاكتوز، عاده الاكل بتاعي بسيط للغايه يعني. هي لولا الوجبه بتاعت اللي هي ترجع من السفر عليها دي، هي دي الوجبه اللي بتبقى فري.